مساء الخير عليكم متابعيني، وكل عام وانتم بخير بمناسبة حلول العيد الأضحى المبارك. النهارده إن شاء الله هنتكلم في 4 مواضيع. أول موضوع هو موضوع طريف من شبكة البي بي سي البريطانية. النهارده حارس نادي تشيلسي انتقل لنادي الأهلي السعودي. والنهارده كان في خبر نزل في بي بي سي بالكلام دوت. هو الكلام صح، بس النهارده كان تحت الخبر كان الحارس لابس طقم الاهلي واللوجو بتاع النادي الاهلي، ووراه شعار نادي الاهلي المصري. فده موقف طريف، وده بيدل على ايه؟ بيدل ان النادي الاهلي المصري شعبيته واصله العالم كله، مش الوطن العربي ولا افريقيا، لا ده واصله العالم كله. والاهلي المصري بالفعل هو نادي كبير وشعبيته في العالم كله. اول موضوع. تاني موضوع هنتكلم فيه، النهارده كان في مباراه بين نادي بيراميدز وسموحه. وبيراميدز كان متاخر بهدفين، بس بيراميدز النهارده كسب 5-2. يعني عاد من بعيد وكسب 5-2. وبحيي مصطفى فتحي لان هو النهارده كان رجل المباراه وقدم مباراه